الطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي تضمن لك انك تخلي شخص معين يفكر فيك، تمام؟ بس انا مش مسؤول عن الناس اللي ممكن تستخدمها بطريقه غلط، عشان انا مش ناقص ذنوب، تمام؟ ركزوا معايا. فلنفترض دلوقتي ان انت في شخص معين فكرت فيه، فلما فكرت فيه لقيته بيرن عليك، لقيته بيكلمك، جبت سيره حد مثلا بالكلام لقيته على طول جاب في وشك صدفه، بتحصل هنا على الشخص اللي انت بتحبه ده. دايما خليك فاكر الفكره اللي جات لك قبل ما تشوفه صدفه، تمام؟ لان هو لما قرب منك او بقى في نطاق الطاقه بتاعتك جه على بالك، فكرت بافكار معينه من طبيعه مثلا ملامح وشه، من طبيعه اسلوب كلامه، من طبيعه موقف افتكرته ليه. كل الحاجات دي بتجيلك في الوقت اللي هما يكون فيه نطاق الطاقه بتاعتك، تمام؟ فانت لو حطيت ايدك على طبيعه او نوع الافكار دي بالترددات بتاعتها، ده هيضمن لك انك لو فكرت فيها اثناء ما هو مش موجود، انك كده تعرف تاثر عليه وتخليه يفكر فيك. طبعا الكلام مش مفهوم اكيد، فلازم ابسطه، حاسس ان انا افورت شويه. بصوا هوضحها لكم. دلوقتي انت حبيبك، تمام، قبل ما يرن عليك بكام ثانيه فكرت فيه، تمام؟ تفكيرك في الوقت ده بنوع تفكيرك اللي هو يعني انت افتكرت افكار معينه، الافكار دي قويه جدا جدا، تردداتها عاليه، اللي سمحت له يوصل لك الطاقه بتاعته ليك انت. فانت بقى اوريدي خلاص الموقف انتهى وكلمك والموضوع تمام. لو افتكرت نفس الشعور بتاع الافكار اللي انت افتكرتها من قبل ما يكلمك، تقدر تبعت طاقه ليه تخليه هو كمان يفكر فيك بنفس الشعور اللي هو فكر فيه قبل ما يكلمك. والله بجد اتمنى اكون فهمت الفيديو ده، لو فهمتوه هنزل